معظم الناس فاكرين إن الحالة السحرية اللي اسمها الفلو أو الزون دي اللي بتحس فيها إنك غير قابل للهزيمة وإنك مركز زي الليزر والزمن فيه بيختفي، هي مخصصة ومحصورة فقط للرياضيين الكبار أو الموسيقيين العالميين أو المخترعين العباقرة. بس الكلام ده مش صحيح أبدا. الفلو مش سحر ومش مقفول ولا محصور على النخبة من الناس. العلم بيقول إنها مجرد نتيجة لظروف معينة بتتكرر. يعني لو أنت عرفت المعادلة اللي الموضوع ماشي بيها فتقدر تدخل في الفلو في أي وقت أنت عايزه، زيك زي العداء الأولمبي أو لاعب الشطرنج المحترف. الفلو مش عشوائي، علماء النفس درسوه لعقود. عالم اسمه ميهيلي تشيكسن كرس حياته لدراسة اللي سماه التجربة المثالية، واكتشف إن الفلو بيظهر باستمرار لما شروط معينة تتحقق. فمثال على ده، لو أنت بتلعب بيانو والقطعة سهلة جدا هتزهق، ولو صعبة قوي هتحبط وتسيبها. لكن لو الموسيقى صعبة بالدرجة اللي تخليك تبذل مجهود عقلي أكبر وتكون مركز أكتر، فأنت هتدخل في حالة الفلو، هتندمج بالكامل مع المقطوعة اللي أنت بتلعبها أو أي شيء بيتطلب تركيز ذهني أو عقلي في مستوى عالي بشكل ما. نفس الفكرة بتنطبق مع الفيديو جيمز، مع كل الألعاب، مع المسلسلات أحيانا، مع الرياضات، مع الشغل أو المذاكرة أو القراءة أو الكتابة. الفلو نادر وغامض ومخصوص للمتميزين، دي أسطورة. لكن الحقيقة هي إن الفلو موضوع نظامي شوية، بيتكرر ومتاح لأي حد عارف الفورمولا أو الطريقة اللي بيشتغل بيها. طيب إيه المكونات بتاعت الفورمولا علشان تدخل في حالة الفلو في أي وقت أنت عايزه؟ في 5 عناصر أساسية. عنصر واحد لو نقص من العناصر أو التكوين ده، الفلو ممكن يطير، ما تدخلش فيه ومش هيجي أبدا بشكل تلقائي. لازم تحافظ على العناصر كاملة زي ما هي. العنصر الأول هو إنك تحط أهداف واضحة ومحددة. عقلك بيكره العموميات. لو هتقول هذاكر فدي كلمة ملهاش معنى، أو هدف ملوش معنى. لكن إنك تقول هذاكر 10 صفحات من الفصل الأول مثلا، فأنت كده حطيت هدف واضح وصريح، وحطيت كل تركيز عقلك على الحاجة اللي أنت عايز تعملها دي. الفلو محتاج تركيز، والتركيز بيحتاج وضوح. العنصر التاني هو التوازن بين التحدي والمهارة. لو التحدي اللي انت حاطه سهل بزيادة هتزهق، ولو صعب بزيادة هتتوتر. التميز دايما بيكون في النص، في المنتصف بالظبط. يعني لو تحدي صعوبته 7/10 بالنسبة لقدراتك، فده كفاية ان هو يزود تركيزك في المهمة اللي انت بتعملها. العنصر الثالث هو انك تحذف المشتتات. الفلو هش ضعيف، يعني لو اشعار واحد من التليفون ممكن يخرجك من الحالة اللي انت فيها. فخد بالك انك تبعد اي مشتتات عنك، وتكون انت والهدف او انت والمهمة اللي عايز تخلصها لوحدكوا تماما. مفيش حد تالت، ولا موبايل ولا شخص ولا اصوات خارجية، انت والمهمة بتاعتك بس. العنصر الرابع هو طقس أو الروتين للدخول في الفلو. مخك بيحب الإشارات، زي الرياضي قبل الماتش دايما بيكون بيهيئ نفسه ذهنيا علشان يخش بأقصى قدراته للماتش اللي هو داخل عليه. أو زي بالظبط لما تكون رايح التمرين، لو رايح الجيم قبلها بتشرب قهوة، بتاكل موزة أحيانا. الحاجات دي تأثيرها النفسي على عقلك بيكون أكبر من تأثيرها الجسدي، لأن عقلك بيعرف إن هو داخل في حالة تتطلب مجهود ذهني وجسدي أحيانا، فبيهيئ نفسه لده. الهرمونات والكيمياء بتاعت دماغك بتتهيئ لده. فعلشان تعمل طقس يدخلك في الفلو، حط أساسيات وخليها روتين تبقى مرتبطة بالمهمة اللي انت عايز تعملها. فلو انت عايز تذاكر مثلا، يبقى في شمعة بتنورها أو بتولع شمعة كل مرة وانت قاعد بتذاكر. دي إشارة بتحط أو بتدي لعقلك إن احنا دلوقتي في مهمة محددة، وطفيها وقت ما تخلص مذاكرة أو وقت ما تخلص
الشغل بتاعك. الفكرة مش في الشمعة نفسها، الفكرة في الإشارة اللي انت بتحطها لنفسك علشان تقول لعقلك ان احنا دلوقتي بنعمل شيء محدد. إشارة بتقول لعقلك ان ده وقت التركيز. العنصر الخامس هو الدافع الداخلي. لو بتعمل حاجة بس علشان في حد بيقولك انك لازم تعملها، فالدخول في حالة الفلو بيكون صعب جدا. لكن لو مربوط بفضولك وتركيزك وشغفك وتطويرك ومستقبلك، الفلو بيجي بسهولة، لأنه دايما بيعتمد على الدافع الداخلي، مش على اللي مفروض عليك تعمله بناء على توجيهات خارجية، سواء مدير، سواء أهل، سواء صديق، سواء شريك في علاقة. كل دول مش هيدوك الحافز الذهني اللي يخليك تخش في الفلو. لازم يكون الدافع داخلي. طيب جمعت العناصر الخمسة دول، فانت كده عملت الأساسات اللي تبني عليها الفلو ستيت أو حالة التدفق الذهني اللي عايز تخش فيها. بس المعرفة من غير تطبيق عامل زي الخريطة بدون بوصلة. فخلينا ندخل في خطوات عملية زي لونش سيكونس شخصي للفلو. أول حاجة، حدد هدف واحد واضح. جهز المكان بتاعك، واقفل الموبايل، وحدد وقت للمهمة اللي انت عايز تعملها. 30 دقيقة، 60 دقيقة، 90 دقيقة، ساعتين، مهما كان الوقت لازم يكون محدد، وعارف من قبل ما تبدأ انت هتعمل المهمة دي لمدة قد ايه. تاني حاجة، طقس البداية. لازم تاخد نفس عميق، تكتب التاريخ، تشغل حاجة معينة في الخلفية، سواء أغنية أو قرآن أو وايت نويز زي صوت طبيعة مثلا أو صوت خفيف كده. تفاصيل الطقس مش مهمة قد ما مهم إن الطقس نفسه يكون ثابت وروتيني كل مرة بتبدأ فيها المهمة أو الشغل بتاعك. عايزك ما تستناش المود المناسب علشان تدخل في الفلو ستيت. مجرد إنك خدت الخطوة هيخلي الموضوع أسهل عليك إنك تدخل فيه، حتى لو أنت كنت فاكر قبل ما تبدأه إن صعب إنك تدخله وإنك مش في المود أو الحالة المزاجية المناسبة للأداء اللي أنت منتظره أو بتطمح ليه. البداية حتى لو كانت صغيرة جدا بتكسر المقاومة. مجرد إنك كسرت المقاومة فأنت سهل جدا إنك تأدي بأداء أعلى مما كنت تتخيله أصلا. لما تدخل في الفلو ستيت أو حالة التدفق، ركز على شيء واحد، ما تفضلش تتنطط من حاجة لحاجة. الفلو بيظهر بعد من 10 ل 15 دقيقة من التركيز في شيء واحد، مش فورا ومش في أول ما تبدأ الحاجة. لا، هي تبقى حاجة واحدة اللي مركز فيها وشغال عليها، وخد وقتك إن تدخل في الحالة دي. ما تتوقعش انك اول ما تفتح الكتاب بتاعك علشان تذاكر او اول ما تفتح اللابتوب عشان تعمل الشغل اللي عندك هتخش في الحالة على طول. هتيجي مع الوقت بعد مرور ممكن دقايق او ممكن ساعة. بس اهم حاجة انك تكون حاطط كل تركيزك في الحاجة اللي انت بتعملها. ما تستنزفش نفسك. لو انت عندك طاقة عالية أثناء ما أنت في الزون بتاعة التدفق دي، ما تستنزفش نفسك وتقعد بالساعات بتشتغل. طبعا لو أنت عندك مهمة كبيرة عايز تشتغل عليها لساعات فماشي، ممكن تعمل ده. لكن لو أنت ممكن تقسم الشغل بتاعك لكذا مرة، فما تستنزفش طاقتك في الموضوع ده. ما تستنزفش طاقتك في جلسة أو سيشن واحدة. سيب حاجات ترجع لها بعد كده، وتكون حافز باطني أو حافز لا واعي إنك ترجع تدخل في الحالة دي تاني وتالت ورابع. في عنصر سري ناس كتير بتنساه، وهو الاستشفاء أو الهيلينج. وهو إنك مش دايما بتجري، مش دايما بتبذل مجهود، مش دايما بتحط دماغك وعقلك تحت ضغط وتركيز كبير علشان تنجز المهام بتاعتك. مخك محتاج يرتاح، فلازم تديله نوم صحي كافي. لازم تاكل غذاء يجدد تركيزك ويغذي عقلك ومخك. لازم تتحرك، لازم تاخد دش بارد علشان ينشط الدورة الدموية، وبالتالي بيأثر على دماغك. ده كله الوقود بتاع عقلك علشان يكون مستريح وبيستشفى ويكون جاهز انه يخش في حالة الفلو بعد كده عدة مرات. الفلو مش بس بيخليك تنتج أسرع، لكن ممكن يغير حياتك. ممكن يخلي أيامك كلها مترتبة، خططك كلها ماشية زي ما انت عايز، وبتخش بعمق في اللحظة اللي انت عايشها.
ثقتك في نفسك بتزيد وبتربط حياتك بمعنى أكبر، مش بس في الشغل لكن في التمرين وفي العلاقات وفي الهوايات. أي حاجة تقدر تخليها تجربة تدفق. الخلاصة إن الفلو مش عشوائي ومش غامض ومش بعيد، هو نظام، هدف واضح، تحدي مناسب، من غير مشتتات وبطقس ثابت، وبإنك تحمي وتحافظ على تركيزك تقدر تدخل في حالة التدفق والفلو ستيت في أي وقت أنت عايزه. شكرا ليك إنك كملت الفيديو للآخر. أتمنى لك دايما تكون في أفضل حالة ليك وتحقق كل أهدافك وطموحاتك. أشوفك الفيديو الجاي. سلام.